هاي السلام عليكم. باش نحكوا اليوم على السياحة. احنا من جو السياحة وقت سياحة تو قايد السياحة لازمنا نوقفوا للسياحة متاعنا ونصلحوا ونشوفوا كيفاش نصلحوا اللي لازم يتصلح، ولو انه قطاع كامل فاسد. قطاع كامل فاسد. السيد وزير السياحة خرج لنا داريار عنده نهارين قلنا رانا عملنا ثورة تشريعية لأول مرة. الثورة تشريعية ما صارتش في مجال السياحة، في المجال متاعه. شنو اللي فيها سيدي الثورة اللي حكى عليها؟ عليك التطبيق اللي نزلونا هاك التطبيق متاع كوا باش يسرعوا المسافرين، يسرعوا لهم امورهم. جماعة البابور عملوا لهم التطبيق نتاع الكود. مازال ما جربها حد، لما حال حتى نشوفوه. هم قالوا لنا 6 دقائق 6 دقائق تدخل برا حتى نشوفوه. تبدا لو 1 جوان لو بريمي جوان. اش عملونا اخر؟ زادونا في حكاية تفسير. من كانت مرة في الحياة ولت كل 10 سنين. خير منش. ولو انه شكون ضامن روحه باش يعيش بعد التفسير الاول، شكون ضامن روحه باش يعيش 10 سنين اخرى. احنا ما طالبناش، عمرنا ما طالبنا به، ما حاجناش به. احنا اللي طالبنا به الكرهبة، عمر الكرهبة اللي تدخل. علاه شادين الصحيح في 5 سنين؟ علاه النقطة هذه بالذات شادين مكبشين فيها وما حبيتوش تبدلوها؟ تبقى معروفة كارتيلات الكراهب قاعدة تحكم فيك. يمكن مع عباد تحبوا تخدموا بالحق بالرسمي، واقفين مع التوانسة وتفكروا في مصلحة التونسي كما تقولوا. أنا نتحداكم من هنا وبالخطار، أتحداكم بدلوا قانون هذا. ماكم عباد وتقولوا رانا دولة. الدولة اش معناتها؟ الدولة هي اللي تقر كل شيء، مش تحكم فيها كارتيلات تاع كره 5 ولا 6 عائلات يحكموا فيكم. بدلونا القانون، ترى هذا ماكم رجال عباد. بدلوا ترى القانون هذا، خرجوا ترى 10 سنين. شنو الفرق ما بين 5 سنين و10 سنين؟ زوز كراهب مستعمل. 5 سنين و10 سنين في الأوروب سلامة، زايد 20-30 ألف كيلومتر وقعوا نفس الكهرباء نفس النظام كل شيء. بالعكس السوم هو اللي يهبط وتستفيد الناس هنا وغادي. الأكثرين باش يستفيدوا، راهم 90% باش يستفيدوا غادي، 100% باش يستفيدوا غادي، لأن الكهرباء باش تقعد في تونس. بدلوك بدلوا الكراهبة نتاعك، هاك الاسطول نتاع الكراهبة الخرد بدلوها هاك. تشوف كان في الكاتريل وفي الهم الازرق هادي والارناف والارسان بدلوا. شرعوا ها القانون به شرعوا 10 سنين به تولي كراهبة كلها غادي تولي كيس اسمها كي دبي. تونس لحظات اعطيها 5 سنين. بدلتوا قانون اليوم 5 سنين، كل عام تدخل لك 1000 كرهبة، 1000 كرهبة، مليون كرهبة كل عام. تو اسطول السيارات تاع تونس تو تولي تلاحظ اللي تبدل تجدد محلاه كراهب نظيفه كلها، كيسات كل معبي كراهب نظيف. باين علينا هذا موضوع باش نرجعوا لموضوع كبير ياسر خلاص هذا، لانه في برشا ترافيك. يا سيدي وزير السياحه، السياحه راهي ما هياش زكرة وجمل وطبال تعرض ما تهبطك الباخرة نتاع السياح، واحد تعرضهم بك الزكرة كل عام واحنا نفس الشيء. من اللي خلقنا ونحن نشوف هكا باب الزكرة والطبال وجمل اللي ماشي ويدور وهذاك. فرحنا بيك ما جت باخره صحيته يا ولدي. التوريست اصلا اللي يصوروا فيه الفيديو ذاك يحضروا فيه هسه ما قبلهم ما يهبطوا عارفين انتم جمال، يعني من الناس تبعنا. التوريست مش مهيم كيفكم انتم. التوريست قبل ما يدخل اي بلاد راهو قاري دين امها، راهو حال يوتيوب وجوجل وهم مزري قبل راهو قاري لك وفاهمك بالضبط ايش باش تعمل واش تم في البلاد هذيك وعملتها وصرفها. انا مش من الناس تحكي بالكلام كيفنا احنا بلا 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 بلا. انا تنعملوا ايش حضرت له الموسم السياحي تاع 2025؟ حضرتوش حاجه جديده؟ عملتوش برنامج على المدى القصير والمتوسط؟ اخطانا من بعيد يا ولدي. الموسم السياحي ثم دول حتى بحذانا الموسم السياحي 2025 الناس راهي حضرت له عندها عامين و3، والناس تو حاليا قاعد تحضر في المواسم الجايه.
اللي أنت لتوا ماكش عامل حتى شيء، خارج تعرف اش يقول كمان. خرج لنا قال لنا رقد 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 رقد، لا من يعرف حتى منظر ما يعرفوا حد. خرج وقال لنا عندي برنامج، البرنامج نتاعو باش يحمي الصناعات التقليدية من التقليد. الصناعات التقليدية باش يحميها من التقليد. الصناعات التقليدية هي تدخل في المليارات في تونس. دي كينون وجرة وما نعرفش شوية حكايات والوحدات هذه يخدموا فيها غادي ما ثم حاجة. شنو هي الصناعة التقليدية في تونس؟ علاش خايف؟ شكون تقلدها لك؟ شكون باش يقلدها لك؟ اش عندك انت؟ اش عندك ما يتقلد؟ اش عندنا في تونس ما يتقلد اصلا؟ اش عندنا ما يتقلد في تونس يا معلم؟ خايف مش كنت تتقلد خايف من الصين تتقلد. الصين بيام ومدري قلدت، المرسيدس قلدت اللي تتصور في مخك تقلد، الايفون تقلد، السامسونج تقلد. يا معلم خايف انت؟ ايش عندك انت؟ ايش عندك انت؟ لباس تقليدي باش ما تخافش. الجزائرية عندهم لباس واحد معروفين، تشوفوا من بعيد تعرف هذاك لبس الجزائري. كي يلبسها تونسي معروف تونسي. المغرب كيف بوك طربوش. كل دولة عندها امور. علاش باش تخاف؟ اش باش يقلدوا لك؟ المعامل انواع السيارات اللي عندك باش يقلدوها لك. بالك شي تصنع انت فك الخزف ماركه ايفون وماركه بيامات ومرسيدسات، ماركه ما خايف تقلدها ماركه كبيره. ما عندك ما تقول. معناتها خرجت وكم ما خرجتش خير، وكم قلتهمش الكلمتين خير. خايف تقلدوا له الصناعه التقليديه. هبا شوفك القوه العظمى، شوفك التصدير الكبير، مئات المليارات يدخل بها سنويا من الصناعه التقليديه، وخايف الراجل خايف لا تتقلد. ياخذوا له اسم الماركه نتاعو. يا ولدي حتى الكسكسي نتاعنا في السنغال موجود. تمشي السنغال نقول صحن الكسكسي موجود. يا ربي بجربك ما خرجتش خير، بجرب ما تعرفش تحكي في الميديا اعلاميين ناقص. اسكت، شد بلاصتك على الاقل. كان عندك مستشار يصلح ولا كذا ولا ناس تخدم في الميديا، خليهم يحكوا. اسكت ما تفضحناش، راك مفضح يزي ما فضحتونا. اما علم باش تحسنها انت السياحه نتاعك. باك البنيه التحتيه الفاسده، باك الكيسات المحفره. الكيسات كل نهار اكسيدون 2 3 10. ادخلوا الفيسبوك كل نهار اكسيدونات اللطف كيسات. حتى لو تعود ما بين تونس صفاقس تونس سوس حاله، وترد تاع موت. كهرباء تجي من برا تعمل فران هنا تحبس في اسمها، تحبس في باريس. تشد فران في سيدي بوزيد يحبس القروي. حالة اصلا باش تعملها. لكن الفرق ما بين الاسوام اللي تعملون فيها. السايح يجي من تونس يقص اسبوع انكلوزيف كل شيء 300 400 450 اورو، والتونسي تحسبوها بالفيل بزوز ملايين. اللي يشربها مش رابك التوريست اكثر من حق 450 اورو 10 مرات. وقفوا الدعم لك الوكل راهم كلونا قلوبنا. كنت في بالنا بهم ياخذوا في كل شيء بليش، حتى الضوء ياخذوا في بليش. الخبز المدعم والمقارونه والدنيا ولا كل شيء اللي المواطن التونسي حاليا مش لاقيه في الاسواق، والزيوت والاحداث ياكل فيها خنزير قاوري جاي من برا. بارود يضربوا. ثم حسبون كنت تحط ثم اللي هنا ياكلوا كل شيء. تعطيه في المدعم نتاعنا نحن ندفع عليه في الضرائب، والتونس تدفع عليه في الضرائب غادي مش لقيته. يجي واحد توريست يبدا ياكل ويطيش، حتى نعم تربي ما يحترموش. ومنعم احنا رانا فاشلين في كل شيء. وين حضرتش استثمارات؟ ثمش مشاريع كما الدول اللي بحذانا. احنا ملعب المنزه. هذا دليل على قوة القوة متاعنا متاع الجهابذة متاعنا. ملعب حايرين فيه. تو عندكم قداش من عام وانتم كل عام تخرجونا هاي شركة صينية، لا هاي ما وفقتش، لا هاي تتبدل، لا هاي تطيح، لا هاي لا ما ظهر لهمش، عم يعاودوا كل مليون جديد. حالة ما تقدوا شيء. الدول الأخرى معلم المغرب باش تستضيف كأس العالم تعرف قداش من ملعب قريب تسكر في ظروف ما نعرفش قداش. يا معلم فيكم وين الكيران؟
باش تعملوا انت قطاع السيارات، الكرا تاع الكراهب نهار ب100 120 €، 120 دينار، علاه يا خويا؟ 10 مليون، صب مليون نهار نمشي فيها 10 كيلومتر نهار لا، علاه؟ ونقصوا شوية، احشموا شوية، هما راه ماذا بهم يعملوا حتى مليون، أما الدولة وين من هذا الكل؟ ما هي الدولة تتكلم ولا لا؟ وين عندنا المطارات باش تعمل سياحة قوية وتواكب الحدث، ويلزمك تواكب العصر نتاعك في 2025 راك يا معلم. راهو شوف البلادات اللي بحذاك طايرة عليك طيران في السماء الزرقاء، في السماء ترفرف طايرة، قعدت كان عندك كالفكرو تمشي كالفكرو. باش تعملها؟ عندك مطارات، بنية تحتية، طرقات، اسطول نتاع الحافلات اللي عند الوتلة مدقدقة الكل، كار تمشي من سوسة مثلا خارجة من سوسة ماشي لتوزر غادي ولا كذا باش يمشوا لك الصحراء، واحد يجي في قفص ويبرك طاح طنبا يضربها الشيلي ثم 50 درجة تبرك ثم تبدا التوريست كل مقيلة الوضع فك الصفار الدنيا كلها من ربي صفرة، الشوك والفاع والعقيرب والهم الازرق والواحد وطيح لهم ثم كاو واستنى ليه موركاج بعد 3 4 سوايع والناس تصور حالها ليلة. عنا حسن استقبال، عنا نظافة مدن، وزير البيئة والتجهيز، ماكم تخدموا ماكم وزارات كله في الاخر تابعين دولة. باش تنجحوا الموسم السياحي لازم الاطراف كل التعاون. وزير البيئة هذا مسمعناش يتكلم، الطرقات حالة تمشي الحمامات تمشي تشوف الخمنثر وكذا، الزبلة في كل بلاصة، الشوك في كل بلاصة، تراب طالعة كمية حيوط الحيوط نتاع المدن القديمة حيوط مشكة عندها 20 سنة ما دهنتش، الحيوط كلها مشكة من بعيد. يا رسول الله حتى الناس انا نشوف في توريت كنت مرة فاكر المدن العتيقة باش يعمل لك تصويرة يعمل لك هاك سيلفي يجي تحت شقة نتاع حيط وتخلص يحش. وين الطرقات عليها ما تصلحوهاش تعملوا؟ علاش ما تنظفوش؟ وعلاش ما تخلوش جماعة الوتل يشاركوا معاك في النظافة؟ لازمهم يشاركوا. كل المحيطات تاع الوتل كل الوتل هي المسؤولة عليها، كان الدولة تخدم ولا جماعة الوتل يعرفوا كان يعبوا الفلوس قصوا على والديهم الدعم، نقصوا على الأقل نقصوا عليهم الدعم، ويلزمهم يخدموا وينظفوا، ويلزم المحيط نتاع الشطوط كل اوتيل خاصة في الحمامات فوق جماعة الشطوط هذاك الوتل القراب للشطوط كما معروفة كل اوتيل عنده بارتي في الشط تاعه مسمية باسمه اصلا المهم ينظفوها على الأقل هم. يلزم ثورة حقيقية. تونس هذه ما عادش فيها، إذا ما عملتش ثورة حقيقية في البلاد. اش معناتها ثورة حقيقية؟ تبدأ من الخدامة، عمل لهم راسكلاج، عمل لهم عاود لهم راسكلة، خدامة كل خدامة المطارات المينا اللي تخدم السياحة عملوا لهم راسكلة عاودوهم عاود سي حاجة جديدة تبدأ من تو تخلي الناس تأقلم، ناس عقولها مازالت في السبعينات والثمانينات يا معلم، الناس عقولها مازالت في السبعينات والثمانينات، الناس حتى برامجهم مخيخة مبرمج على الثمانينات والتسعينات. ديري طارت الدنيا يا ودي راهي تمشي برمشي لماليزيا برمشي للمغرب لهنا بحذانا برمشي لتركيا، ديري الناس يا ودي راهي عقليات راهي تطورت يا وليدي، راهي ثم ناس راهو في تركيا من لا شيء. اول حاجه الناس معامله على روحها غادي الدوله قليل الدوله تدخل كان في الامور نتاع الحكوميه يا ودي راه من لا شيء يصنعوا لك المستحيل يصنعوا لك هكا ديكوراسيونات وك العالم وك الاضواء وك الدنيا راهو عارف روح يخسر تو في اخر سيزون يدخل قدام 10 مرات وك الحاجه هذيك باش تبقى له هو حياته كامل. احنا راه مشكلتنا ما نحبوش ندفعوا الفرنك، راهم يحبوه خبزه بارده، راهو يقول لك ما ندفع حتى فرنك، راهو يبدا الريستورون تاعو عارف يدخل له في الملايين وجا سيزون باش يدخلوا الملايين وحيطه مكشف باش يخسر عليه 200,000 اصفر وكله وباش ينظف الماده قدامه ب 10,000 فرنك. لا
يودي راهي الثقافة راهي هارو لهنا، راهي الثقافة هذه ما عندناش، راهي ناس مندمجة على السبعينات والثمانينات، راهي ناس تعرف كانت تدخل فلوس تعبي جيبها برك، يقول لك العام الجاي، كل عام يقول لك العام الجاي. وين الدولة لهنا؟ افرض روحك يا دولة، يا وزارة البيئة، يا هم مزرقة، يا وزارة السياحة، افرضوا رواحكم. الجماعة هذوم في المدن السياحية، المدن السياحية المهدية، الجمس، سوسة، تونس، المستير، جربة، طوزة وإلى آخره، تونس العاصمة غادي وينك. افرضوا رواحكم عليهم هذوم، نظف ولا سكر حانوتك، نظف ولا سكر حانوتك، هاك الشوارع تتنظف. أخي كادها البلدية، راهي المشكلة. كانك نعطيك كمثال، كانك عندك كهرباء، عندك 10 سنين ما صلحتهاش، كي تجي تصلح تفسد لك كل شيء، تو تخسر عليها 20 مليون حق كهرباء جديده. راهو اما كي تبدا انت كل عام وانت تشوف فيها، كل عام وانت تراقب فيها، كل عام الحاجه اللي تفسد تبدلها، تبقى لك الكهرباء صالحه حتى 50 سنه اخرى. راهو احنا مشكلتنا ما نخدموش. يا ولدي اخدم باستمرار، نظف باستمرار، المدينه نتاعك باش تبقى لك دائما وابدا جميله، هكا تعمل وديما نظيفه. عليه انت تخلي كل شيء عام كامل وسخ والهم والوذح، وتخرج لنا قبل كل عام يعملوها، تو يخرجون قبل موسم السياحه بنهارين ثلاثه، وقال شنو حمله نظافه. يا ولدي ما ثمش حاجه اسمها حمله. الثقافه نتاع اللي في تونس ثقافه حمله نحوها. تسمع كان حمله تطهير، حمله نظافه، سوق الجمله، ضربتين، وزير ومعها جماعتك الاسواق هذيك، وكل الاداءات، وكل الضرائب، وكل جماعتك الرخص، وجماعتك شو اسمه الديوانه، وجماعتك شنو هذيك ضربتين، فهمني الله، دازين الكل مع بعض، قالوا شنو عاملين حمله. فت الحمله هذيك كل شيء يرجع كما كان، استنى حمله اخرى بعد شهرين ثلاثه، يعرفوها اتخذت وتشدت، والرئيس دام غادي وشويه قالت منا ودنيا منا، الناس تتحرك وحمله تسمع كان حمله نظافه، حمله مراقبه، حمله ما نعرفش، حمله تطهير. يا ولادي ما ثماش نحو من عقوق حاجه اسمها حمله، ثم خدمه يوميا. يا بني الكلب انت راك تخلص، انت قاعد يخلصوا فيك، يعطوا فيك في شهريه تمص فيها من الدم نتاع التوانس، من الضرائب نتاعهم اللي هما من ربي زادت تخدم الكل. كانت قبل الاخر طبقه لوطه وطبقه متوسطه وطبقه غنيه على الاقل، وناس والزيرو يدور كما نقولوا، والدولار يدور، وسياح كانت ماشي، والعالم مزرق، الناس والدنيا كانت ارخص، الناس كانت على الاقل تجابه صافا ماشي ماشي. توا روسيه معلم، توا رايك الطبقه المتوسطه تحت، راه ما عادش ثم حد شيء، روفوا بينا يا معلم، تمصوا في وتمصوا في فلوس، وتمصوا في دم المواطن. وكل والله العظيم كنت جيتوا تقدموا في مقابل لك الخدمه نتاعك هذيك اللي عطوها لك، البوست نتاعك، حلل فلوسك يا معلم، حلل فلوسك يا معلم، حلوا فلوسكم، تحركوا، اعملوا حوايج جديده يا معلم، رانا دخلنا. راهي تونس يا ولادي، شوفوا لي ظفر كان بحذانا، راهي الناس طلعت في السماء يا وليدي تشوفوا الاسطول نتاع الحافلات في المغرب، تو في تركيا واحد، راهو شيء شبه. احنا رانا تو عندنا الكيران نتاع الثمانينات والتسعينات نخدموا به، راهو قليل وانتلقوا اوتيل هكا مغير الوحده نتاع اسمه، مغير الاسطول نتاع الحافلات نتاعو كذا، جايب حافلات باهيين ديبي السمحين يمشوا مع الوقت نتاعنا، تو من غير مزيه وما عندوش مزيه. الى متى وانتم جايبين لينا كيران مان وما نعرفش تاع التسعينات، حتى كلمة زيارات ما عادش تخدم فيها، الكراسي حالة من داخلك، الروايح، وكل واحد نفس الكارت تمشي فيها اليوم في نفس الوتيل، ارجع بعد 10 سنين هي بيدها نفس الكارت، تلقاها غير شنية سوست وكاو وما زالت تمشي. يا وزير السياحة اخدم، وما عادش تطلع في الميديا، ماكش نتاع ميديا، يا اطلع قول حاجة باهية، قول خبر مفرح، تطلع لي تقول لي الصناعات التقليديه باش نحميها من التقليد. تبي هذا الكلام هذا، حاطك رئيس الدوله انت ثم وتخلص يا رب عاملين من فلوس الشعب باش تقول لي باش نحمي الصناعات التقليديه. يا ودي ما حتنشبه حتى الصناعات التقليديه، محسوبه الصناعات التقليديه دي دخلنا في المليارات،
هذا اقتصاد البلاد. ديما ناس حرفيين يخدموا على رواحهم مال خلقت الدنيا وهذيك هو. ناس حرفيين يخدموا على رواحهم. لا يفكوا واحد نتاعهم، لا ثم واحد يدخل في خدمتهم، لا واحد اخر ينجم يخدم خدمتهم، لا ثم شكون يقلد الناس، ما ثمش حتى واحد يقلد. اودي الناس طارت علينا راهي من التقليد، انت تحكي تو على التقليد. الناس طارت في السماء راهي ابتكرت 1000 ومليار 1150 مليون الف حاجه اخرى انت اصلا تو ما شفتهاش. اودي رانا نحن هو اللي نقلدوا في العباد معلم. انت هو اللي تقلد في العباد. نحن مساويه فتوله، واش عندهم ما يقلدوا حاجه هما فاتوها قبل. شبيك يا معلم؟ دي احكي لي ذنبي تو جديد. احكي لي في تسهيلات، عملت تسهيلات، ايش عامل تسهيلات هذي تو منقص في التذاكر نتاع البابور، منقص في التذاكر نتاع الطيارات، تواسب باش يروحوا لك، عاونتهم، ولي به الفايده. نظفت من المدينه، عملت حمله نظافه، حمله هنا العام حمله نظافه في ولايه سوسه قبل تبدا من تو وانت ماشي. عملت حاجه جديده، استراتيجيه جديده باش تعمل قرى سياحيه محلاها هكا نظيفه، تجي في المستير، في المستير تجي تعمل هكا بالخشب باللوح هذاك نتاع اسمه هذاك، حكيت لكم عليها تاع زنزبار في الفيديو اللي فات. هذوك الدنيا وكي حاجه جديده، حاجه جديده ماك لو مطاعم ثمك على الشط يبدا الواحد ياكل تحته بحر. اعمل اخترع حاجه جديده معلم. ريكش نهار كله عندي 5 ويتلا يخدموا هذاك هاو نهار كله يعملوا لك الاحصائيه قداش من ليله تعدت هاو في الاوتيل الفلاني، هاو سكر شيء ما عادش عنده حتى سرير فارغ، هاو طلع شنو، هاو هي نفس الحكايه، نفس الوتله، هما نفس الوتله يخدموا بالخلق الدنيا لو كان وتله. يا ولدي راهي الناس ملت، يا ولدي الناس ملت. يجيك واحد اوتيل يخرج يقرا قدام الشط ويروح يسكر في العشيه مخها يخرج نفس البلايص اللي يعرفها. كانوا في سوسه ولا في تونس ولا مستير ولا في جرب ولا حمامات ولا في طوس، نفس البلايص يعمل دور ويرجع. ملل يا معلم. اخترع حاجه جديده، اعمل حاجه جديده. ربي جد. اول حاجه باش الكليونت هذوك اللي جو قبل يبقوا لك، وثاني حاجه تربح كليونت تدخل. دخل اسواق جديده معلم، اعمل اسواق جديده. امشي لاسيا، اخدم مع اسيا، خدم شويه مع الخليج، خدموا عاملوا اتفاقيات مع الخليجيين معلم، خلي يجوا يعملوا استثمارات معلم. شوف انت مصر، شوف شرم الشيخ كيفاش ولد، شوفك الهموم الزرقاء، شوفك الدنيا، شوف المغرب اشترى خليجيه، راه من غير ما يقولوش راه مستثمرين في الخليجيين في الساحه، كلها خليجيين معلم. راه المزمر يجي يدخل لك 10 15 مليار دولار معلم، يبني لك قريه سياحيه كامله، يبني لك حمامات جديده يا معلم. هذوك راهم يخلصوا. شنية 10 ولا 15 مليار دولار في السياحه، نحكي لك مش حاجه اخرى، مش في الفلاحه، في السياحه راك تدخلها في 10 سنين. راهي مشاريع استثماريه رابحه، راهي خير من الذهب، خير من الاستثمار في الذهب. راك تدخلها، راك تعمل قريه سياحيه. اوكي نعرف المشكله وين، ما عندناش فلوس كابيتال. يجيب مستثمرين يا معلم، جيب الشنوه معلم يخدموا لك يا معلم، يبني لك مطار في وكاند. اعمل اتفاقيه، اعمل مطار جديد، اعمل ميناء جديد، اعمل حكايات معلم. لا ديما نعاودوا فيه في نفس الكلام. ويا وزير السياحه اخدم على روحك، اخدم وتقعد حال حاجه روحك نهار كله انت راقد رقدت صام وفطر على واحد كاس ماء. الراجل قعد وخرج لنا قالنا باش نحموا الصناعات التقليديه نتاعنا، اكبر مشروع هذا باش نحموه من التقليد. هذه ما يقلدك حد، قال انت تقلد في روحك، ديما ثم حتى واحد يقلد فيك ولا من ناجد عليهم ولا مسهل علينا اصلا، لان نحن رانا الناس فاتتنا عرفتنا، رانا قعدنا اخر عباد ربي. يا ولدي تنزانيا في افريقيا فاتتك في السياحه، فاتتك في السياحه. كينيا فاتتك في السياحه، الجابون فاتتك في السياحه. ودي فاتوك كل في السياحه. يا ودي اسكت، فاتوك اسكت، ما عادش تحكي. يا ودي برمش كب على روحك، وشد تو كب على روحك ونادي المستشارين والجماعه. اول حاجه ساعه نظف دينهم، ما يخدمش كل نظف، وانت الاول كان ما تخدمش اخرج على روحك، قول لهم ما قديتش على غالب. شوفوا لي كان ثم بلايصه اخرى، سينو نصبح على خير خويا ما قديتش روح. خلي يجي يا رئيس الدوله كل نهار هو مبدل لي وزير مره فاتت قعد 48 ساعه حتى البيرو نتاعه ما يعرفش من يدخل يخرج منه، ما يعرفش اسم السكرتير والسكرتير نتاعه طيروه. يا صفار علاش فساد ولا شنو يخي من الاول دويني المخابرات تاع الدوله، يخي من الاول مش عارف فاسد مثلا اذا هو على الفساد خرج.
على شنو هو خرج 48 ساعة ما عادش خرج، كل مرة تجيب لي واحد يحب له هذاك الشخص هذاك يحب له 5 شهور باش يفهم الدومين ويبدا شوف عاد يخدم ولا لا. راه بالطريقة هذه راه باش نبقوا ديما باركين. أنت تغيير الوزراء هذه كل 24 كل شهرين 3 وتغيير، كل شهرين 3 تغيير. إلهي أنا معاك خويا اللي ما يخدمش يروح. أما أنت زاد مو من الأول أخويا تعرف كيفاش. تعرف كل واحد وين تحطه. أخي تجيب لي واحد ما يفهمش في السياحة خلاص حتى نهار ما يعرفش ما عندوش حتى فكرة فهمتني والّا، وتحطه لي في السياحة وتقول من بعد في السياحة ما مشيتش. كيفاش تمشي؟ الراجل كان اختصاصه ما نعرفش أنا شنو، فلاحة ولا مطعم ولا شنو، يلقى روحه في سياحة، يلقى روحه شاد وزير سياحة ولا مدير عام تاع شنو تاع سياحة في وزارة السياحة ولا كذا، هو ما يفهموش مش اختصاصه أصلا، غير شنو حطوا برك باش ما تبقاش البلايص فارغة، عبي به البلاصة برك هكا، ما لقيناش وزير ما لقيناش واحد واحد يعبي البلاصة جيب أي واحد هكا، يديروا ما يجيش يا وليدي، يا وليدي علاه قبلت السياحة ماشي، وزير سياحة يقعد قبل 10 سنين هم في بلاصة، تلقى أول حاجة يدخلوه يعرف، يفهم، ثاني حاجة يا معلم ياخذ شوية خبرة ويعرف الدومين في شهرين 3 يقروه ويفهموه ويسرح على روحه يبدا يخدم على روحه، يولي من بعد مدة يولي ولد الدومين، هذا إذا مش هو من الأول ولد الدومين. تجيب لي كل نهارين كل شهرين 3 وزير طاير، كل شهرين 3 وزير طاير، وكل وزارة هذيك تبقى عادة تستنى باش تكون تجيها عاد ويزيد يجيها واحد يبقى يتعرف من الأول على الناس وعلى الخدامة وعلى الدنيا وعلى المستشارين، وبدا مستشارين جديد وبدا طلع شنو جديدة، ونشوفوا أنا الله غالب بعد شهرين 3 وقعد مش خويا الله غالب والله راه تعرف السيد الوزير لو كان جديد الله غالب بعد شهر شد عنده شهرين كان لازم شوية وقت. يا البلاد هذه يا رسول الله بالله الذي لا إله إلا الله، يا أي موضوع تحلوا فيها البلاد هذه اللي ثم. يا سيد الرئيس راهي المشكلة مش كانت تهز وتحط في العباد في الحبس أو فاسد في الحبس أو ولينا ناخذ مكان محاكم. أخويا أنا معاك راني كنا معاك، راه الفاسد والسارق مكانه الحبس، ثبتت إدانته وولديه الكلب في الحبس، رمي يدين أمه في الحبس، معاك راه مش مشكل، ثمش حتى واحد ضد الفساد. أما يا معلم تولها حل عينيك، حل ركز شوية على الأمور، خلي هذيك ما عندها ثم محاكم والدنيا مواضيعك كلها أصلا مع كامل احتراماتي ليك والله ما عنديش حتى مشكلة، أنا لا معاك لا ضدك لا ما على باليش أصلي، فهمتني ولا لا؟ مواضيعك كلها كان على الفساد، يا ودي نحي عليك الفساد اللبانة تاع الفساد خليها غير دابا، يا ودي تولى بالشعب اللي يضرب فيه، تولها في الشعب اللي يضرب فيه الفقر الهم الازر مش لاقي ما ياكل يا معلم، تولها بيه ما عامله لهم حاجه، تولها جايك موسم تاع السياحه، تولها في السياحه شويه يا معلم، تولها عندك شويه فلاحه، تولها في الفلاحه فك السدود والهم عاملين لها مش حكايه، تولها علوش وصل ب 14 نبيع يا معلم، التونسي ولا يشتاف لك على كيلو، يشتاف لك شم ريحه اللحم، ناس تتعدى قدام تبدا تعدي قدام مشوى شوايه ولا كذا مطاعم يبدا يبكي بالغصه يا معلم، شم حتى ريحه شحمه من شويه يبدا يبكي، الناس ولد يا معلم التونسي وما ادراك ما التونسي، اللي كنا قبل اقسم بربي تتذكروها الناس الكل، هنا 2007 علوش نشروا 3 من الناس 120 ألف نمشيو نعملوا به مش عايله كل شهرين 3 يشروا علوش يطيبوا يشوا دينهم ويطيبوه وياكلوه، مش كان ياكل بالكيلو خلاص، اما علمته ما عادش اصلا حتى ريحته اصلا ما عادش حكينا عليها في تونس، اما علم تولى شويه بالشعب اخطاء قالوا كان فساد، خلينا عندها ناس هذيك عندها ادارات عندها محاكم، ثم محاكم وقضاة ومزرعة ووزاره الداخليه تبع ما تولها عندك امور تدخل لك في فلوس استثمارات مزرعة تولها فيها اخطاء لو بانت الوحده صي بك عملت خدمت عليها شوي وطلعت طلع يزي، تولى عندك سياحة دخلت لك برامج تلعش عملت لها برامج شنو ثم اعمل استثمارات معلم ادخل في العالم ادخل مسكر على روحك ادخل في العالم ادخل مع الخليجيين شوف مصر كيفاش شوف العالم كل كيفاش مستثمر تركيا في تركيا تشوف هيك دي كلها استثمارات راهي تركيا أودي تركيا كلها استثمارات كلها إمارات وسعودية ولا أعرف الدول العربية كلها طلعتها للسماء يا معلم ما تعرفش لا اله الا الله يا معلم كل واحد شيطان في جيبه يمشي واخد مال ارواح يجيبوا مستثمرين نعمل حكايه جديده تونس اللهم صل على النبي خيرات السبعه فيها اللي يتمناه كل مستثمر فيها تونس شنو نظف شويه العقليه وكل بيروقراطيه نحوها
تمشي تخدم ورقة معلم، يجيك مستثمر يخدم لك ورقة يبرك ثم يهرب. معلم بدلوا دين القانون بالقوة، جيب دين الدبابة ثم في المجلس التشريعي ولا يسمى فيه الهم هذاك، جيب لهم دبابة ثم خليه يخدم يشرع دينهم. يا ولدي الغيه ما حشناش بيه، يا ولدي صح الغيه ما حشناش بيه، خويا إذا باش يعطل البلاد الغيه يلغوا دين أمه ما حشناش بيه. يا ولدي ارجع كما قبل، ارجع كما قبل، ارجع كما قبل. بان علي يا ولدي الاستثمارات نتاعك وقع، ما عادش البيروقراطية هذه، ما عادش تعطيلات، ما عادش. انسان نظيف، اموره نظيفه، عنده فلوس نظيف، ما هوش فاسد، ما هوش سارق، ما هو داخل باش يعمل مشروع معلم ليك ينفعك وينفع بلادك وينفع كذا. صح له خويا، سهلوا له واعطوه الماء والضوء واعطوه بلاصه واعطوه الدنيا وخليه يمشي يستثمر على روحه كيما العالم الكل. معلم انت كون جيت كيما نقولوا كون جيت في بلاصه كيما دبي واحد كل نهار يدخلوا لها 500,000 مستثمر مليارات الدولارات، اش تعمل انت مالك؟ ويقبلوا فيها الناس تخدم وتعدل، اش تعمل انت مالك؟ يمكن يحب لك 500 مليون سنه باش نكون تعدل لهم امورهم الكل. يا معلم انت مستثمر واحد حيد قد هيك باش يعمل لك معبل، يحب له 10 سنين اوراق صح، ويمشي من الاداره لاداره، اداره في تونس، اداره في سوسه، اداره في المستير، اداره يمشي يهبط منها، طلع منه وزاره طلع 20، وزاره طلع 20، يمشي منه وزاره طلع 20، يستنى 3 شهور 4 شهور يفد يهرب مسكين، يخسر فلوس ويهرب. يا معلم كيفاش تحبوها تصلحوها البلاد بالطريقه هذه؟ ما تتصلحش وما تقدموش حتى ربع خطوه. وزير السياحة نرجع لك ونقص ونمشي، أنا بيدي فديت. وزير السياحة اخدم على روحك أخوي، وحرك ونحي عليك من حكاية الزكرة والطبال، بدل تجديد الناس طالعة في السماء راهي، تاكسيات راهي ولا الطائرة تو، ما نحكيلكش تاكسيات ولا الطائرة وانت توا حليلي في نفس الحكاية وجمل. هاك صار السياحة جمل نهار كله، جمل وزكرة يعني، حتى اللوجو نتاع السياحة نتاعهم جمل ولوجو جمل وزكر. اقسم بالله ظلماني العلاج يقولوا لي كان جمل فهمتني اي حاجه عندكم لا تقدر مخدونا ما عندناش في الخليج جمل، ما عندناش انا في الصح جمل. شنو شدوا لي بحكايه الجمل ما حبوش يسبوها لي، يحسبوا فينا هكا اللي يجي غادي يطلعوا في جمل ولا يتفرج يصور في جمل ويروح. تبدل الزح بدل يا ولدي، ما عادش بدا حكايه الجمل لسه يا ولدي. جمل شنو يا ولدي؟ عندي سياحه على وعندنا طبرقة وما دراك، وعندنا جبال وعندنا غابات وعندنا بحورات وعندنا احسن شطوط في العالم. اخدم على الموال هذه شي وتلي زمه جديده واحد قالوا جمل. هاي السلام عليكم.